إزاي ده حصل؟ دي قدرة قادر يا بيه، ما تسألش كتير. دي مش مجرد جملة، لأ، دي بداية حكاية من العيار التقيل. تخيلي معايا كده وانت داخلة المطبخ تحطي طبقة كراميل في الكوع، وفوقها طبقة كريم كراميل، وعليهم حتة قطعة كده من الشوكولاتة خام كيكة. كل طبقة في مكانها، مفيش خلط ولا فهلوة، لأ. وتدخلي الصينية الفرن بهدوء، تفتحيها تلاقي الكراميل ساح تحت، والكريم كراميل سيبت، والكيكة طلعت فوق. تلاقيهم اتنقلبوا من نفسهم كأن في حد بيهمس لهم كل واحد يروح مكانه. دي مش بس كيكة، لأ، دي قدرة قادر. حلوى عربية ظهرت غالبا كده في المطبخ الفلسطيني، ومن هناك ابتدت تلف على البلاد طبق طبق لحد ما بقت ضيف شرف في أي عزومة كبيرة. الناس تحبتها جدا، بس مش لطعمها بس، لأ، عشان الدهشة اللي بتسيبها كمان. ازاي الكريمة نزلت والكيكة طلعت؟ والإجابة بقى زي كل حاجة حلوة في المطبخ، فيها شوية علم، فيها شوية فن. تتاكل ساقعة أو دافية مع كوباية شاي كمان، بس دايما بتسيبك مبهور وإيه مبتسم، لأنك مش بس بتاكل حاجة حلوة، أنت بتاكل فكرة فيها مفاجأة وحكاية فعلا تستاهل تتحكي. في كل معلقة من قدرة قادر فيها سطر من سطور الأكل اللي بيفاجئك، في كل مفاجأة وراها حكاية، هنا في الأكلة وما فيها. ولو بتحبوا بقى الحكايات، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان عندنا حكاية المرة الجاية.